الفلق في اللغه العربيه في المطلق معناه ان انت تفلق الحاجه يعني تشقها، فالحب لما تزرعه وتحطه في الارض وتسقيه بيتشقق ويبدا يطلع منه النبات، فهو ده فالق الحب والنوى. ولكن اغلب المفسرين اتفقوا ان الفلق في السوره دي معناه الصبح. نكمل. الاشهر ان غاسق اذا وقب يعني الليل اذا اقبل، الدنيا ما تضلم يعني. والحاجه الثانيه قيل ان معناها القمر اذا بزغ، يعني القمر لما يطلع او الليل لما يقبل. في الحالتين مغزى الايه بيقول لك ايه؟ انك تستعيذ بالله من الشرور اللي بتحصل لما الليل يجي، مش ان الليل ذات نفسه فيه شر، لان اصحاب النفوس الخبيثه تستنى ظلام الليل انه يسترها عشان تبدا تعمل المعاصي او ايا كان الجرائم اللي هي عايز تعملها. طيب نكمل. ومن شر النفاثات في العقد. الايه نزلت بالنفاثات يعني الستات هم اللي بينفثوا في العقد، اما لان زي ما قلنا ان يقال ان بنات لبيد هم اللي عملوا السحر ده، فالايه نزلت فيهم من شر النفاثات في العقد، او يقال ان اغلب الناس اللي بتعمل السحر المعين ده اللي هو سحر العقد هم الساحرات مش السحرة، فالايه نزلت للتغليب يعني اللي هو الساحرات هم اللي بيعملوها، فيلا من شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد اذا حسد. صدق الله العظيم.